فلسطيني كح الحلقة السادسة الجزء الأول. على العافية. تفضل، على أساس إنك فايت على الديوان. انت ليش هيك حاط نكرك من نكري؟ يعني أنا مش فاهم. يا عمي والله ماني حاطط ولا مش حاطط، بس مشغول وبحضر للبرنامج. طب شو في عندك مثل لليوم؟ عندي شوربة عدس مع خبز محمص. بيقول المثل: الزيت مسامير الركب. نغش المثل وبزبط مع العدس، وكمان البرغل معهم بزبط. زي الزيت فيهم مواصفات عالية. يا زلمة انت بتحكي عن زيت سيارات، أنا قصدي بفيدوا. بيقولوا كل زيت وناطح الحيط. وبعدين زيت الزيتون في منه مواصفات مختلفة. ولا شو بتفكر انت؟ بتفكر انه بس زيوت المحركات فيها مواصفات؟ هذا زيت رباني رباني يا اخوي، بحرك جسمنا. اوف 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 اوف، شو هالفلسفة الإيمانية العميقة تبعتك؟ أنا مبسوط إنه عندك هيك نظرة ثاقبة صراحة. ولا والزيت ملك المعاصر، شو رأيك فيها هاي؟ بما إنه أنت بتحب ملك الذرة أو ملك الفلافل وبعرفش إيش. أنا فكرتك مستهين في زيت الزيتون. لا، شو استهين؟ الزيت إشي أساسي يا أخوي. في حد بطبخ بدون زيت؟ الزيت ملك العاجز. هاي كمان مثل. والله شكلك متخصص في الزيوت انت. هاي بعرفهاش، عشو بضربوها المثل؟ هذا بيقولوا عقديش الزيت مواصفاته عالية. نمبر 1 للصحة والجسم. هيك الفلاحين بيقولوا. نمبر 1؟ لا، بيقولوش نمبر 1. الزيت ملك العاجز. زيته طيب والقاته بشيب. شوف، عنا كثير أمثال على شجرة الزيتون، الزيت والثمر والقاط وهيك. والشكوى كمان من جمع الحب لما تقول زيته طيب والقاطه بشيب. أنا بعرفك بتحب أجواء الموسم، موسم الزيتون والناس وهيك، بس مش سهل يجمعوه. الزيتون بغلب القاطو وبيودوه على المعاصر وهيك. عشان هيك أنا بالموسم شو بعمل؟ بتحجج. أنا عندي تصوير وبهرب. الزيتون إذا بدك تهفيه شكه وخليه. أوف، الزيتون بده حرث وتعشيب ولا جفت وماتت. أوف يا زلمة، مالك أنت؟ أوف 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 أوف، زي الجاموس اللي مشوبة. شو يعني هذا مثل؟ اسمع مني، البقر بحب المي. لا 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 لا، الله يسامحك. مش قصدي، مش بيقولوا البقر بجنب الترعة بتشرب وبتسبح وبتتحرك؟ يعني ابعد عن البقر وغني له. قصدي عن الترعة. البقر بضلوا قاعد في الترعة، أو الترعة شو بتعمل البقرة؟ بتحوس وبتلوس وبتصيبها حالة عصبية، فبصير بقر معصب وانت هيك، فبتصير تعمل حركات عنيفة، هيجان. هذا بضربوه للشخص اللي ما بيهدى ولا بيخلي حدا ينام وبده يضل يصور. يا حبايبي، شو فاتحين المزرعة السعيدة؟ خلصونا عاد، ليكون بدنا نحلب ونجبن ونروب ونطبخ رز بحليب. بدنا نصور حبايبي، علينا شغل، على حكاية يا حكواتي. جاجي وكماجي، بيقولوا جاجي بكماجي. الكماجي الرغيف، والطماع اللي بده يبدل رغيف بجاجي. لهيك الجار قبل الدار يا أخوات ويا إخوان، لأنه الجاجي الفرارة ما بتربي صيصان، والجاجي لو قصوا منقارها ما بتبطل كارها، لأنه الطبع غلب التطبع. جار ولا كاشف أسرار، جاجي حفرت على راسها عفرت. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وكذلك قال الله تعالى في محكم تنزيله في الآية 43 من سورة فاطر: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. صدق الله العظيم. ومن يحتفر، كما قال الشاعر، شو قال؟ قال: ومن يحتفر في الشر بئرا لغيره يبت وهو فيها لا محالة واقع، وعلى نفسها جنت براقش. وبيقول المثل:
كشر عن نيابك الناس بتهابك. هذا في واحد أجى على مختار البلد وفات عليه طنيب دخيل، أنا ما ضل لي غيرك يا مختار، شو أعمل أشكي لمين؟ إذا أخوتي اللي من لحمي ودمي هيك عملوا فيي، شو أقول عن اللي بيعاملوني في الغرباء؟ لا 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 يا لطيف، شو في؟ أبوي الله يرحمه أبو نمر. ماله؟ عرفته؟ عرفته. انت ابنه؟ أنا ابنه. انت نمر؟ لا أنا صغير. سلام. طيب شو قصتك؟ قال له أبوي بعد ما مات الله يرحمه ترك ورثي، وأخوتي نمر وسبع والوسطاني ذيب هجموا على الورثة نهبوها. الكبير أخذ الدار، والثاني أخذ التراكتور، والسبع أخذ المزرعة. قال له وانت شو أخذت؟ قال له ولا إشي يا مختار. فسألوا المختار وقال له ليش؟ شو ليش يا مختار؟ ولا ليش أنا جاي عندك؟ أنا ما خفتش إشي، أخوتي أكلوا حقي، لهيك جاي طنيب دخيل عليك. قال له طيب 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 فهمت، بس قلت لي أسماء أخوتك شو؟ نمر الكبير وذيب والسبع. فسألوه أنت شو اسمك؟ سلام، اسمي سلام. وبدهم مش ياكلوا حقك؟ قوم قوم من هون وروح على الكاتب خلي اسمك فهد، غير اسمك، وهيك بتاخذ حقك، حتى كل البلد بصيروا يخافوا منك، بيعملوا لك حساب. وفعلا أخذ حقه سلام، بس صار اسمه فهد، ورجع للمختار يخبره شو صار. فقال له المختار زي ما قلت لكم قبل شوي إنه كشر عن نيابك الناس بتهابك. وقبل لا أسلم عليكم وأقوم كملوا لي هالمثل الله يرضى عليكم، كملوا. صام سنة، بيقول المثل صام سنة. اكتبوا لي على مواقع التواصل الاجتماعي كمالة المثل، كلهن كلمتين. أيوة، صام سنة وسلامتكم.